السلام عليكم. نيس الفرنسي يرفض مقترحا مقايضة نيف أجرد من ويست هام. كشفت مصادر إعلامية أن إدارة نادي ويست هام الإنجليزي عرضت كل من نيف أجرد وزوما على نادي نيس الفرنسي في صفقة مقايضة من أجل التعاقد مع جان كيلر خلال هذا الصيف، حيث ضغطت ويست هام جيدا على نيس الفرنسي خلال الأيام القليلة الماضية من أجل التعاقد مع المدافع الفرنسي كيلر في الميركاتو الحالي، لكنه واجه رفضا قاطعا من إدارة نيس والتي لم تقبل بمبلغ 30 مليون أورو. وقالت تقارير إعلامية إنجليزية إن نادي شرق لندن حاول تقديم لاعبين اثنين لنادي نيس إضافة لمبلغ مالي من أجل الحصول على مدافع برشلونة السابق، وهما نيف أجرد وكيرت زوما، لكن دون جدوى. نائب رئيس العين الإماراتي ينهي الجدل بشأن مستقبل رحيمي. أنا سلطان بن حمدان نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الإماراتي الجدل بشأن مستقبل الدولي المغربي سفيان رحيمي مع فريقه، حيث قال سلطان بن حمدان في تصريح للموقع الرسمي لنادي العين: من المؤكد أن سفيان رحيمي من الركائز الأساسية في الفريق وتجهيز الفريق للموسم الجديد يتأسس عليه، حيث يؤكد بأن المستوى الذي دار به رحيمي يبعث على الفخر والاعتزاز، وفي اعتقادي أن اختياره ضمن قائمة المنتخب المغربي في أولمبياد باريس 2024 أفضل تكريم لسفيان ولجميع زملائه لاعبي الزعيم في الموسم المنصرم. ويشار إلى أن سفيان رحيمي يحظى باهتمام كبير في الدوري السعودي، خاصة من جانب اتحاد جدة الذي أبدى رغبة كبيرة في ضم نجم المغرب. قبل نهاية الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. دمت في رعاية الله ومع السلامة.